عارف الشعور بتاع أول يوم ليك في شركة كبيرة، داخل ومتحمس بقى والحماس واكلك كده علشان تعمل الجيت كلون للمشروع، وفجأة تلاقيه واقف عند التحميل في النص بقاله ساعة وما شاء الله الجهاز مراوح وصوتها علا وواصلة لآخر الشارع. في اللحظة دي بنكتشف إن الجيت اللي اتعلمناه في الكورسات أو في الشركات اللي قاعدتها الذهبية شقلب وقلب، غير الجيت بتاع المشاريع الكبيرة فعلا. تعالوا نعرف مع بعض إزاي إن لما المشروع يكبر ما نلبسش في أسوأ عيوب الجيت. بص يا سيدي، جيت متصمم ان هو يبقى نظام موزع، يعني هو بيتعامل مع جهازك ده ان هو حاجة بيخزن عليها كل تاريخ المشروع وكل حاجة تمت على المشروع بداية من تاريخ ما ابتديته المشروع ده لحد النهاردة. المشكلة بقى بتبدأ لما المشروع بيكبر، بيكون في ميديا كتير وملفات باينري تقيلة. الجيت بقى بيحفظ الحاجات دي جوه فولدر مستخبي كده، هتلاقيه جوه كل مشروع اسمه دوت جيت. مع الوقت بتلاقي ان حجم الفولدر ده بقى أضعاف حجم الكود نفسه. في مشاريع الفرونت اند مثلا بتلاقي ناس ضايفين صور وايقونات جوه الريبوزيتوري، وساعات حجم الصورة منهم بيعدي ال 2 ميجا بايت. ميجا بقى ورا ميجا تلاقي المشروع بقى حجمه بالجيجا بايت، و90% منهم صور مالهمش علاقة بالكود. بالإضافة لده تخيل إن في فريق شغال على المشروع ده بقاله أكتر من 5 سنين، وكل يوم في كوميتس بالعبيط، 50 كوميت مثلا في اليوم. لما بتيجي تعمل جيت ستاتس او تحاول بس تبدل ما بين البرانشز، الجيت بيضطر يراجع كمية بيانات مرعبة علشان بس يتأكد ان كل حاجة تمام، وده اللي بيخلي معظم الأوامر بتهنج معاك ما بتكملش. طيب علشان ما نوصلش للمرحلة دي نقدر نعمل ايه؟ اولا تخيل ان انت مثلا بتتابع مسلسل معين على التلفزيون، المسلسل ده 10 حلقات، انت تابعت منهم 9 حلقات وفاضل لك حلقة، فكنت عايز تتفرج على النت احسن بعيدا عن الاعلانات، يعني هتتفرج على الحلقة دي على النت. هل من المنطق ان انت تنزل ال10 حلقات كلهم ولا كفاية بس الحلقة الأخرانية؟ الجات فيه إمكانية إنك تنزل آخر نسخة فقط من الكود باستخدام الكوماند ده، بدل ما تجيب تاريخ المشروع كله وتنزله عندك على الجهاز. النقطة التانية، لو مشروعك مليان صور بقى وفيديوهات زي ما قلنا، بلاش تحطها على الجيت في نفس الريبوزيتوري على طول. في إضافة اسمها get large file storage، دي عن طريقها بتقدر تشيل الملفات الكبيرة دي على سيرفر تاني، وبتسيب جوه الريبوزيتوري بتاعك في الجيت مجرد بس لينكس او اشاره لمكانها على السيرفر التاني ده. النقطه الثالثه، اتاكد انك مش بترفع اي ملفات مؤقته على الريبوزيتوري بتاعتك زي مثلا النود موديولز او الملفات بتاعت البيلد. الملفات دي هتزود في حجم الريبوزيتوري على الفاضي، وطبعا بتبقى ملفات حجمها صغير وكتيره جدا، فبالتالي هتبطئ الريبوزيتوري جدا حتى لو حجمها ما كانش كبير بسبب عدد الملفات بس لوحده. وبالتالي قبل ما تبدأ المشروع وتبدأ تعدل على حاجات، اتأكد انك كريت ملف الجيت اجنور وظبطت الاعدادات بحيث انه يتجاهل الملفات اللي زي النود موديولز والبيلد. الجيت مفيش كلام أداة ضرورية وحلوة جدا، بس زيها زي أي أداة تانية، ليها مميزاتها وليها عيوبها، ومحتاجة معاملة خاصة لما الدنيا تكبر. ولو جربت أي طريقة من دول ونفعت معاك أو عندك أي طريقة تانية بتستخدمها، اكتبها لنا في التعليقات. ولحد هنا خلصت حكاية النهاردة، ولكن حكايتنا لسه ما خلصتش، واشوفكم في الحكاية اللي جاية على كودكس لاين، والسلام عليكم.